اول السنه متعودين نعمل حاجه حلوه كده نحلي بيها، السنه دي بقى هعمل معاكم حاجه حلوه بس سهله جدا، مش هتاخد منكم اكتر من 5 دقايق 10 دقايق بالكتير وتكون جاهزه معاكم. ولما تعرفوا مكوناتها متاكده ان انتوا هتقوموا تعملوها بعد الفيديو كمان. اول حاجه انا مستخدمه بسكوت ميري، بسكوت شاي عادي جدا، ممكن تستخدموا اي بسكوت شاي عندكم في البيت. 350 جرام من البسكوت طحنتهم كده اهوت، وبعد كده حطيت عليهم معلقتين كبار من السكر البودره، 4 معالق كبيره من الكاكاو، وهنقلب لحد لما يختلطوا كويس. هنحط عليهم ربع كوبايه من الزبده السايحه، ونقلب لحد لما الزبده تغلف البسكوت كله كده. هنحط عليهم كوبايه الا ربع من الحليب، بس هنحطهم بالتدريج ونبتدي نعجن. طبعا الحليب ممكن يزيد عن كده على حسب نوع البسكوت، وعشان كده هنضيفه بالتدريج. عجنت لحد لما العجينه اتلمت مع بعضها كده ومبقاش في اي فرافيت، تمسكوا اي قطعه فيها تتلم كده اهوت وتتشكل بسهوله جدا في ورقه زبده او ورق شفاف او اي حاجه عندكم تنفع. هنلفها كده اهوت ونبتدي نضغط عليها من الاطراف عشان خاطر يعني نقفل اي شقوق او ثقوب وتبقى عامله زي البونبونيه كده. هنسيبها بقى في التلاجة من ساعه ساعتين لحد لما تجمد وتمسك نفسها. بعد كده هنقطعها زي ما انتم شايفين كده، مش رفيعه قوي ومش سميكه قوي، وهتكون قطعه فيهم متماسكه وشكلها زي ما انتم شايفين كده. الشوكولاته المحببه عندكم بقى استخدموها. انا حطيت نص بار شوكولاته وشويه شوكولاته شيبس كده اهوت، سيحتهم يا اما في الميكروويف يا اما على بخار ميه، وهنغطس فيها بقى الحلوه بتاعتنا. هنحطها كده لحد نصها، بعد كده زينتها من فوق بسبرينكلز شوكولاته وبس كده. ممكن تسيبوها في التلاجة 5 دقايق كمان ولا 10 دقايق ولا حاجه عشان بس الشوكولاته تمسك نفسها. بالرغم من بساطتها وسهولتها والوقت القياسي اللي بتخلص فيه، طعمها رهيب، قريبه كتير قوي من جاتوهات شوكولاته كده. جربوها وليه رايكم فيها.